انا بحب النور. عندنا هنا في مصر من 2 ل7 سنين بيبقى معاهم عيرين. تحب الكشري؟ يلا جبت لك الكشري تاكليه؟ يبقى الايتي. تحبش الملوخية؟ انا نور من العمرانية وتريش من التشيك واصبحت من العمرانية. انا شغال في مجال الانترتينمنت بقالي 9 سنين، وتريش نفس النظام، بس هي شغالة من فترة قريبة من حوالي 3 سنين. اتقابلت معاها في فندق في الغردقة وبدأنا نتعرف على بعض، ومع الوقت بدأنا واحدة واحدة نظبط الدنيا مع بعض، وإن إحنا نكومينيكيت أكتر ونفهم بعض، وبدأنا علاقتنا من هنا. في الأول كان في طبعا مخاوف، لأن هي لسه ما كانتش تعرف الشخص اللي متقدم أو متكلم معاها بنسبة 100%. فطبيعي إن هي طبعا تكون قلقانة، وأي حد مكانها هيكون قلقان طبعا. بس مع الوقت بقى الموضوع سيف، يعني هي حتى بدأت تحس بأمان، يعني هي غير الأول. بتحب النور؟ انا بحب النور. ايه؟ انا بحب النور. أنا حبيت اسمي أول النهاردة. ليه بقى شفتي ايه في نور؟ يعني ايه اللي عجبك في نور؟ kind and funny. فاني. yeah like أنا كايند وفاني. funny. أوكي. nice. بس انتي اول ما تقدم لك قلت له لا. When I come to say to you that we can marry, you say no. Why? because it's not normal in Czech to get married so fast. يعني انتوا كان صعب ان انتوا تتجوزوا بسرعة. ده مش طبيعي عندها في بلدها. كان المفروض تبقى عاوزين بقى نعرف ازاي بقى، يعني المفروض تقعد قد ايه عشان تتجوز؟ It should be how long, for example, to marriage in Czech? from 2 years till 7. يعني from 2 to 7. 2 ل7 سنين. من 2 ل7 سنين. عندنا هنا في مصر من 2 ل7 سنين بيبقى معاهم عيرين. welcome to Egypt. من 2 ل7 تعرف بس. خش في الموضوع. قول لي بقى يا نور، انت يعني فكرة ان انت تتجوز من جنسية غير المصرية، الموضوع كان بيبقى أزمة الناس شباب كتير. طبعا انا كنور قابلت طبعا حاجة زي كده، وبرضه هي اهلها قابلت حاجة زي كده طبعا. كان في عقوبات وصعوبات، ان طبعا الديانات والثقافات والكلام ده كله، بس مع الوقت كل حاجة بتتمهد وبتبقى اسهل من الاول طبعا. وفي نفس الوقت برضو هي كان عندها نفس المشكلة، يعني اهلها عندهم انطباع طبعا ان هتتجوزي، فطبعا الجواز ممكن ما يكونش بيحبك، ممكن يكون عارفك مثلا مصلحة، يضحك عليكي، ما يرجعكيش بلدك، الكلام ده كله. فطبعا هي كانت برضو نوعا ما بدأت تقلق من الموضوع، وكلمت معايا بصراحة وشرحت لي الوضع. فطبعا بدأت أتجه كلامي لأهلها مش ليها، إن أنا مقتنع دايما إن في كل مكان فيه الحلو والوحش، في كل مكان فيه الكويس وفيه المش كويس. فطبعا بدأت أشرح الوضع، إن مش معنى إن في سمع أو في أشاعات أو في كلام أو في موقف مثلا أو حاجة حصلت يبقى معنى إنه كله مش كويس يعني. بس المصري معروف بجبروته، يعني انت متخيل خليتهم يوافقوا وتيجي تقعد معاك في العمرانية؟ طبعا دي حاجة أكيدة، لأن دي من ضمن الأساسيات اللي أنا اتكلمت معاها فيها. إن أنا قلت لها أنا صريح جدا، ما بحبش الكذب ولا بحب اللف والدوران والكلام ده كله. أنا جيت على طول قلت لها بصي، أنا بني آدم طبيعي جدا عايش في منطقة متوسطة، مش عايش في مكان واو، لا عايش في منطقة متوسطة. بس أنا كشخص قلت لها أنا كشخص كويس، يعني أنا عارف نفسي كويس، وفي نفس الوقت بتقي الله في الحاجة اللي معايا، إذا كان شغل، زوجة، أهل، أي حاجة. فدايما كنت بكلمها بالصيغة دي، ما كنتش بكلمها بصيغة اللي هو ده أنا معايا وعندي، لأن ده بالنسبة لي بيبقى اسمه جواز مصلحة، وأنا ما مبنيش حياتي بالجواز المصلحة. ربنا يسعدكم يا نور.
شكرا ليكي، ما كلمتيش ولا كلمه. يا سيد راسك. طب قولي كلمه بقى قبل ما نختم. حلوة كده، مع السلامة. حلوه كده، مع السلامه. ماشي.